بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. أعزائي أعضاء جروب وقناة أرانب جد عصام على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، عزيزي مربي الأرانب المبتدئ، بتجيلي أسئلة كتير الأيام اللي فاتت دي بالذات عن إن الأمهات مش قابلة تعشير ولا تلقيح. ناس كتير جدا بتسألني نعمل ايه يا جد عصام؟ الأرانب مش قابلة إن هي تتلقح، وكل ما ندخلها للذكر بترفض التلقيح ومش عايزة تعشر. في الغالب أنا برد عليهم وبقول لهم يا جماعة عشان الجو حر والخصوبة سواء للذكر أو للنتاية بتقل في درجات الحرارة، وبالتالي الأرانب مش عايزة تعشر. ولكن في ناس بتقول لي لا احنا مظبطين درجة الحرارة والحاجات دي كلها وبرضو الأرانب مش عايزة تعشر. طيب ايه الأسباب اللي تخلي ان النتاية ما تعشرش؟ يا جماعة الأسباب كتيرة جدا جدا عشان تخلي الأرنبة ما تقبلش التلقيح. من ضمن الأسباب على سبيل المثال، لو الأم النتاية عندها جرب استحالة إن هي تعشر. لو الأم عندها التهاب عرقوب استحالة إنها تعشر، لأن الحاجات دي كلها بتسبب لها تعب ومش هي فاضية للكلام ده هي اللي فيها مكفيها. طيب لو النتاية عندها تحجر أجنة، النتاية في الحالة دي ما تعشرش إلا لو كان تحجر الأجنة ده موجود في عنق واحد من الرحم، في واحد أو اتنين فيهم تحجر أجنة ممكن إن هي تعشر، ولكن في الغالب تحجر الأجنة بيمنع إن الأرنبة تعشر. طب إيه كمان موجود غير كده؟ لو الأرنبة سنها صغير، لأن أغلب الناس بيقولوا إحنا جبنا الأرانب من بره أو ما نعرفش سنهم أو عمرهم. لو الأرنبة عمرها صغير برضو مش هتقبل التعشير، دي حاجة كمان. ولو الأرنبة عجوزة وكبيرة مش هتقبل برضو ان هي تتلقح. يبقى كل دي يا جماعة اسباب بتخلي الأرنبة ما تتلقحش. زائد كمان ان لو الأرنبة انت قعدتها فترة كبيرة شهرين 3 وعمال تأكل فيها، حصل عندها تلييس على الرحم، يعني دهون، بنقول عليها بالبلدي كده الأرنبة ليست، دي مش هتقبل عشر. كل دي أسباب تخلي الأرنبة ما تعشرش. فحضرتك شوف، افحص الأرنبة كويس قبل ما تدخلها وتعشرها، ما يكونش عندها التهاب رحم، ما يكونش عندها التهاب عرقوب، ما تكونش كبيرة في السن، ما تكونش صغيرة في السن، ما يكونش عندها جرب. كل الأسباب دي تخلي الأرنبة ما تعشرش. ونصيحة في الأجواء الحارة دي، يا ريت تلقح الأرنبة وقت متأخر زي دلوقتي كده الساعة 12 بالليل أو حاجة، إن شاء الله هتقبل التلقيح. ده اللي حبيت أوضحه بالنسبة لأن الأرانب ما بتقبلش تلقيح. انت ممكن الأرنبة تبقى الخصوبة بتاعتها عالية جدا في لحظة، وفي لحظة تانية الخصوبة بتاعتها تنزل، فانت ما تيأس، وعايزك تدخل الأرنبة مرة واثنين وثلاثة للذكر يوم بعد يوم بعد يوم في مسيرها، هتبقى الخصوبة بتاعتها عالية وهتقبل التلقيح. أتمنى أن أنا أكون وضحت الكلام ده في الفيديو، ولكم حبي ودعواتي بدوام الصحة والستر،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.